أختي دخلت عليا وأنا قدام الكمبيوتر بتاعي، قعدت في وشي وقالت لي: أنا عايزة أطلب منك طلب. قلت لها: عايزة إيه؟ قالت لي: أنا عايزاك تكون جوزي الليلة دي. وقامت مسكاني من كتفي كده وهربت مني، وقالت لي: لو أنت ما عملتش كده أنا هطلع أجيب حد من بره وهيعمل معايا زي ما جوزي بيعمل بالظبط. أنا في اللحظة دي كأن حد جاب جردل المية وسكبه في راسي، جسمي عرق جامد وبدأ يرتعش. وبصيت لها كده وقلت لها: انتي بتقولي ايه؟ قالت لي: زي ما بقولك كده، هي نعشة في دماغي ولازم انك تعملي كده. اختي دي مطلقة بقالها 3 سنين، قاعدة معايا، ما شفتش منها اي حاجة وحشة غير الليلة دي. معرفش هي عملت كده ليه. وفي طلاقها اتطلقت لأسباب هنحكيها في القصة دي قدام. طبعا هنحكي تفاصيل طلاقها مع جوزها، وهو بسبب المعاملة الزوجية عموما يعني، بس هنحكي التفاصيل والتفاصيل في القصة. هنحكي قصة فهد اللي عنده 26 سنة وريماس اللي عندها 25 سنة. كانت متجوزة في سن 25 سنة واتطلقت في سن 32 سنة. هنحكي قصتها كاملة متكاملة مع أخوها في أوضة النوم، في أوضة النوم اللي فيها الكمبيوتر. أهم حاجة في القصة واللي طالباه منكم إنكم تحطوا سماعة الهند فري في ودانكم وتخشوا الأوضة كمان وتسمعوا القصة من البداية للنهاية علشان تفهموا الأسباب اللي أدت أو دفعت ريماس إنها تقول لأخوها: أنا عايزاك تكون جوزي الليلة دي بأي طريقة، بأي طريقة. وإيه الأسباب اللي خلتها تتطلق من جوزها مع إن جوزها كان عنده فلوس كتير جدا وكان مريحها في العيشة. بس في القصة هنعرف إن مش كل حاجة الفلوس، لأن ريماس كانت من النوع اللي فيه أنوثة عالية جدا جدا وبتحتاج راجل معاها على طول. يلا بينا نخش في القصة الجديدة. يلا بينا نخش في قصة فهد واللي هنحكيها على لسان فهد. فهد بيقول: أنا كان ليا أخت مطلقة بقالها 3 سنين، بس تعالى نرجع كده لورا شوية. وهي رايحة تتجوز ريماس، أختي كانت من النوع اللي هو متدلع. كان دايما أبويا وأمي مدلعينها بطريقة فظيعة، كانت دايما متحررة، تلبس اللي هي عايزاه وتخرج في الوقت اللي هي عايزاه. وكنت دايما بحس إن أختي بتشاهد أفلام، يعني أفلام من اللي هي طب أنت عرفت منين يا فهد؟ في يوم من الأيام ودخلت الأوضة بتاعتها علشان أعمل مكالمة من التليفون بتاعها، وفتحت التليفون ودخلت عملت مكالمة. خدني الفضول إن أنا أخش على جوجل عندها، ورحت عند سجل البحث. وأول ما دخلت عند سجل البحث لقيت كمية عناوين أفلام فوق 1500 فيلم متفرج عليه الشهر ده. ومن هنا عرفت إن أختي رايحة في سكة تانية خالص، رايحة في سكة الأنوثة العالية، واللي هي بتحب الحاجات ديت زي عينيها. دايما كنت بشوف أختي في وشها في حبوب كده، كنت بسألها: إيه الحبوبة ديت؟ تقول لي: حبوب الشباب. فلما دخلت على الإنترنت وسألت على الحبوب اللي بتوقف في وش البنات، قالك ديت من اللي هم وقت مثلا إيه، مش عارفة أوضح في الفيديو بس أنت فهمها يعني. المهم تشاهد الأفلام، بتكون بتريح نفسها، ولما بتريح نفسها بتبقى إيه، فاهمة؟ مع المعاملة دي على طول بيحصل معاها الكلام ده اللي هو في وشها، اللي فوبه اللي في وشها. نرجع لقصتنا، احنا خرجنا بره سياق القصة خالص. فطبعا أختي كانت متحررة، بتطلع زي ما هي رايحة زي ما هي عايزة وتيجي وبتاع، لغاية ما جالها عريس غني جدا وعايش في السعودية وهياخدها ويسافر السعودية. الراجل
ده راجل أعمال عنده شركات وفعلا اتجوزها وعايشين عيشة غنية، بقت عايشة مرتاحة وبتلبس أكتر تحرر وتطلع وتيجي. المهم لغاية سن 32 سنة أختي اتطلقت ليه بقى؟ لما احنا سألناها وهي عايزة تتطلق قالت إن جوزي ما بيدينيش هو الشرايع، يعني جوزي مهما كان بيديني فلوس بيحمل علاقة معايا 3 مرات في الأسبوع. 3 مرات على واحدة ترضي أي واحدة، بس اللي فهمته من 3 مرات في الأسبوع ومش راضي أختي، ده بيدل إن أختي عايزة كل يوم وعايزة راجل شديد، عايزة حد يعني يكون قاعد معاها، لأن أختي الحوار ده عندها أو الأنوثة عندها عالية جدا، فبتحتاج راجل عادي. فهم عيت لها يا بنتي 3 مرات يعني حلوين جدا لأي واحدة، ولو مرة واحدة في الأسبوع حلوة جدا. قالت لك أنا مش مرتاحة معايا وأنا اللي بطلبها منه كمان وبرضه بيعمل معايا. المهم من هنا لهنا اتطلقت. قعدت سنة 2 3 بقى عندها 35 سنة. أختي في التوقيت ده برغم الظروف دي، برغم طلاقها علشان خاطر العلاقة، مشوفتش منها أي حاجة، وكانت المعاملة بينا عادي والدنيا حلوة. إلا في يوم كنت قاعد قدام الشاشة بتاعتنا بشاهد فيلم عادي، لقيت أختي جاية وهي لابسة لبس بيتي ضيق جدا جدا. أختي من نوع الكيرفي، اللي هو لما بتلبس أي حاجة كل حاجة بتبان، يعني مربربة شوية كده والدنيا حلوة معاها. لقيتها جاية ومش لابسة إلا اللبس البيتي بتاع البيت، كأنها رايحة تنام تمام، وكمان رايحة تنام كأنها قافلة الأوضة عليها علشان محدش يبص عليها. فقلت لها انت ايه اللي مصحيكي؟ كانت الساعة 2. قلت لها هو انت ايه اللي مصحيكي لغاية دلوقتي؟ قالت لي يا فهد انا مش جايلي نوم، وبصراحة الجو حر قوي، قلت انا اجي اقعد معاكي. قعدت معايا وبنشاهد فيلم كده، وكان فيلم عن واحد ومراته كانوا بيحبوا بعض قوي قوي قوي، ونفس القصة اللي حصلت قالتها مع جوزها. هي كانت في الفيلم ده قالت له بص يا سيدي، اهو ده نفس اللي حصل مع جوزي بالظبط، عامل زي دكر كلبط، يطلع وينزل شكرا، او نفس البطل. فأنا